يا مساء الفل او يا صباح الفل على حسب اللي بيشوفني. النهارده بقى عندنا كده وصفه جميله، يعني حلو في اللانش بوكس، حلو لضيوفك لو ما عندكيش حاجه. المهم ده فينو بايت، كلنا بنبقى عندنا الفينو بايت واحنا ايه في المدارس، احنا عاينينه كده في التلاجة او في الفريزر. ده الحلو ده على قد، يقول لك المثل ايه، على قد لحافك مد رجليك. اللي يعرف معنى المثل ده ايه يكتب لي في الكومنتات. المهم انا هقص الفينو كده دواير متساويه او بالسكينه بتاعه الخبز، فعشان ما عنديش السكينه دي فبعمله بالمقص. وهنكمل الكميه كده. الحلو ده انا ما قصوش عملته معاكم على القناه، بس انا على طول بعمله. يعني على طول بعمله وما بصوروش، لان هو فعلا طعمه تحفه، ولو بات بيبقى ما بين كده طعم لقمه القاضي وما بين بلح الشام. هو مش مكلف بس تحفه. قطعنا الكميه كلها وهنحمرها على الجنبين في زيت سخن كده، بس طبعا ده ما بياخدش وقت عشان ما ينشفش منك ويتحروق. هتحمريه على الجنب الاولاني يتحمص كده، نحمره على الجنب التاني وما بشربش زيت ولا حاجه، ونطلعه في الطبق او في ايه في البوله. طبعا بقى هي الوصفه كده يعني في الانجاز. هنرش عليه بقى ايه، مقرمش جدا، مقرمش وتحفه وهش وجميل. هنرش عليه بقى كده شربات. انا برش كميه كده بسيطه. ده شربات كان عندي في التلاجة معمول عادي، عايزين تحطوا عسل نحل، عايزين تحطوا سكر بودرة، ورشة جوزة الهند بقى حسب راحتكم. وبالهنا والشفا، وصفة جميلة. حلو جدا. انا في ناس كتير بقدم لهم الطبق كده ما يعرفوش هو ايه، يفكروا ان انت عامله عجينه ومحمراها ومش عارفه ايه، او حاجه شبه لقمه القاضي. بصراحه الوصفه ديت اسمها يعني وصفه سحريه في الطعم وفي التحضير وفي كل حاجه. واللي اول مره يشوفني ما ينساش الاشتراك في القناه كده. وطبعا انا بحاول اعمل لكم الوصفات البسيطه عشان انا عارفه يعني في ناس ظروفها كده، فبحاول اعمل لكم الحاجه اللي ما فيهاش تكاليف خالص. ولايك بقى للفيديو لو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.